الوالده اري داك الرويس نبوسو الداعي معانا الله يخليك ليا. هادي ثاني الرجا وليدي، حسيت بك ملي درتي الصاك على كتافك وراش قالك هاد النهار. اش غادي نقول لك؟ سير طريق السلامه وبلا صداع وحدي راسك، الله يبعد عليك ولاد الحرام، وراني ما نرتاح وما يجيني النعاس حتى نشوفك. كوني هانيه الوالده ما تخافيش. الله يعفو عليك وسير الله يسهل عليك، وراها ديما راجع. الله يحفظك الوالده. هاد اللقطة هادي تعاودت شحال من خطرة مع الفيراجيست. كل خطوة كان كيبغي يقوم بها كتكون الأم هي السند الأول والآخر، لي ضروري ما خاصك تخرج من الدار وتقصد لمحطة حتى تكون قنعتي الأم ديالك أنك راك غادي تمشي تقابل الحب ديالك اللي هي رجاء الشعب، بدون شغب بدون مشاكل، حيت عندك هدف واحد اللي هو رونديفو مع العشق الأبدي. ديك اللقطة ملي كتخرج من الدار وشكارتك في دارك ورزقك في جيبك، كتشوف العشران اللي عندهم نفس لاباسيون وكيكونوا فاهمين معاك لواحد الدرجة ديالهم وديالك، وما كيكونوش الحسابات وما كتفوتوش بعضياتكم في اي ظرفيه، حيت اصلا راه جا معانا كيف ما تحط كوريغرافي في الكورفاسول. وسي فري راه جا معانا وراه جا معانا. كيف كتوصل للمحطة وكتلقى بزاف تاع الجراد في المحطة، كلشي ضارب الحطة في الخضر، كلشي كتلقاه كينافيغي على التذكيرة تاع الكار اللي ما كتكونش سهلة باش تقطع تشيكي باش تمشي لديك المدينة اللي غادي تكون لعبة فيها الراجة، حيت الراجة كيتبعوها بزاف تاع الجراد. هنا كتقلى الفرص التنقل من مدينة إلى مدينة، حيت كيكون الطلب كتير والإقبال على التذاكر كبير. وفي غالب الأحيان الكيران واخا كيكونوا غاديين لنفس المدينه فين باغي تمشي انت كتسولو كيقول لك لا ما غاديش تما، على اساس الجمهور كيخلق ليه مشاكل، وهي في الاصل ما كتكونش مشاكل، بالعكس كتكون طقوس ديال الديبلاسمون اللي هي ازيج واغاني رجاويه. وانت راك غادي شاد طريقك كتلقى الجراد طايحين اون بان، وكتلقى حوادث السير، انقلاب ترافيكات الى غير ذلك. من هذا المنبر الله يرحم اللي مات، في قلوبنا راه مازال في الحياة. كتلقى بزاف تاع العراقيل في طريق، واللي كتبها عليك الله هي اللي غادي تعيشها، الا كانت مقدرة من عنده فمرحبا بها كيف ما كان الحال. ملي كتوصل للمدينة اللي لعبة فيها الراجة كتلقى بزاف تاع الجراد منتشرين في المدينة وديرين لها غزو. والغريب في الامر هما الاعتقالات تاع السفية في حق الجمهور بلا حتى ذنب. الجريمه ديالو هو مديبلاصي يتفرج في الراجة، ولا كيدافع على راسو ملي كيتهجم عليه الطرف الاخر اللي كيكونوا مازال عايشين في 2007. حيت داكشي ديباسينا شحال هادي مات القباحه والبلباله. اما في الفتره الحاليه والوقت ديال دابا بنادم عاق وصل لواحد الدرجه تاع الوعي اللي ما يمكنش يحرم شي ام من ولدها. ملي كتدافع على راسك كتلقى راسك في الجيور. علاش كتكون هاد العنصريه في حقنا حنا بالضبط؟ وباقي الجماهير ملي كتجي لكازا كتفرشوا ليهم الطريق بالورود وكتعاملوا معاهم معامله زوينه. واش حنا مجرمين؟ لا ماشي مجرمين، ولكن ماشي منبطحين وما كنسمحوش في حقنا. كيبان ليك بنادم ناعس في المحطه والبعض ناعس في الزنقه والبعض في الاوتيل والبعض عند لافامي، وكاين اللي كيمشي عند العشران. كل واحد وكيفاش يعيش لاباسيون بطريقته. والغريب في الامر هو اي فيراجيست حربي ملي كتعيط عليه الحنانه تسول فيه كيكون عنده جواب واحد، وهو بخير الحمد لله الوالده غير كوني هانيه، انا راني بخير وراني في الاوتيل دابا. وهو في الاصل كيكون مسد غير شكارته في المحطه ولا في شي زنقه ولا في شي غابه ولا مشدود بتهمه جاي تابع الراجا. المهم هو انه يقدر يخلي الحنانه ديالو هانيه من جهته، واخا يكون هو مكرفص واصله به العظم. كتجي المرحله تاع تقطع التيكي ديال الملعب اللي حتى هي صعيب تلقى راسك وسط شعب من الجمهور كلشي باغي يدخل يقابل الحب ديالو. واكبر السيناريو هو دوز هادشي كامل من العراقيل وفي الاخر ما تدخلش للملعب، كيجيب لك الله في حال الحياه كتظلام عليك. في ديك اللحظه المهم كتقاتل حتى كتلقى راسك مع كتدخل الملعب وكتلقى الجراد مهيب وقاسمين التيران مع الخصم. كنوليو حنا اللي كنرحبوا بهم في مدينتهم.
اون فاس مع الشمس وصابرين العطش، حيت اكثر الملاعب المغربيه مفقود فيهم الماء وممنوع تدخل مع القرعه ديال الماء، الا في حاله حيدوا ليك الغلاقه كتقاد هذيك القرعه غير في الصبت تاع الدخله للملعب. ملي كيطلعوا اللعابه يديروا تسخينات تحت تصفيقات الجمهور الحاضر رغم معاناة التنقل، ولكن ملي كنشوف الرجاء كتعاود تحيا فينا الروح من جديد، وكترجع لينيرجي والحنجره الذهبيه اللي معروفه على الجراد بخشونه الصوت. من ديك اللحظه والجراد واقف كيسيبورتي وكيتفاعل مع كل محاوله، وكل دقيقه حتى كتجي صافره الحكم اللي كيعلن بها على نهايه المقابله. وخصوصا الا كانت الرجاء خرجت رابحه كتلقى بنادم خارج فرحان وما على بالوش بشي حاجه سميتها الطريق مازال تابعه، حيت الخضره مفرحه وغادي يرجع ناشط وبراسو مرفوع. التخسيق تاع الروتور كيدوز غير نشاط وزهور في الترافيكات اللي غالبا كتكون عندك غير نص بلاصه للمسكين، كتبغي غير تجبد التليفون تشوف الساعه، خاصك تفيق 2 ولا 3 باش تقدر توصل لجيبك، حين الزحام وكلشي كيكون معنكش. ولكن كلشي جاي بمورا زوين بشعار رجاء رابحه السيمانه زاهيه. كترجع للدار كتلقى الحنانه مازال فايقه مسكينه كتسنى فيك حتى تشوفك حداها عاد كترتاح وكتمشي تنعس. الله يسمح لينا من الوالدين يا ربي، وديما رجاء حتى الفناء.